نداءات امرأة. منهكة من أنوثتي، لائدة إلى نصفي المنتهك، قلبي حديقة يعتقلها الخريف كلها، وحياتي تهتدي إلى ساحل الضياع، جسدي امتداد البحر والسماء، روحي سفينة تحمل في متنها أرواح النساء، أبحث عن رجل يجتاح ظلامي ويبعث في دجى صمتي موسيقى السعادة، ينفث على شعر الذهبي لحي في جدائله بريق الشمس، ويمسح بزيت أنامله تفاحتي صدري اللتين أتعبهما الصمت وأشقاهما النضوج وأضناهما السحر المشتهى. عذريتي منهل العذوبة والنقاء، سر ألوهية المرأة وقدسيتها وخضوع الرجل بإرادته العاشقة لها. في جعبتي أفكار عن الحب لكل امرأة تحمل في صفات جمالها، ذكائها وفكرها العاشق وجموحها صورة عشتار الخالدة، وأنا هدى ربة الحب والماء العذب، فأنادي بصوت يتوسده العاشق بصمت العظام، وإلى امرأة سقطت على غرايا الحب فاستعذبت سقوطها وأرخته على جبينها، جبين قلبها شهادة ميلاد أخرى. إلى كل امرأة دشنت عهود عشقها علامة إخلاص واضحة لرجل أحبته، إلى كل امرأة ذهبت ضحية مفاهيم موروثة من أسلافها المرأة الفاشلة أكتب: لدى الشرق طعنة عصماء تختزل فكرنا وتجعله واهنا وقاصرا عن فهم الرجل، جل ما نتمناه من وطن وملاذ. لذلك كان الحب أكبر من أن نصفه أو أن نتحدث بصفته، والخلاص الوحيد من الوحدة والشعور بالضياع يكمن بحالة الإنصاف لشريكنا في الحياة، وجل عمرنا وأنوثتنا فيه ذلك الحزن، فيه ذلك الاغتراب والحنين والجنون. فلماذا لا نقر به في عالمنا ونعترف أن لقدسيتنا ضمان بمزاجية ذلك الرجل الذي يحتل لبنا بكامل ما فيه؟ إنه العاشق لهداه في أحضاننا فلننقذه، إنه العالق بالحزن المعتق بالكتمان فلنستنشقه، إنه الغائب عن أشفاننا منذ الأزل فلنعانقه. لذا فكوني التحدث عن نفسي التي تعقد للالتحام بمن أتوقه كامرأة ذات قلب وإحساس، كان علي أن أثبت ذلك بأن أنثر الكلمات على اللاتي يشاركنني هذا الشعور الإنساني. الكلمة الأنثى تنثر معناها البراق على ألسنة اللواتي يحملن النقاء الأنثوي، ليكن مشعل الفكر الذي يتجاوز حواجز الذكورة المهيمنة على عقولنا. كيف نتأصل بثقافة العشق التي تحمل آلويتها منظومة الاتحاد الجنسي التي تلغي فكرة الوحدة كمفهوم شمولي، فذلك نتاج حالة الانحياز لأحد الجنسين إزاء ضعف وتقلص منهجية الآخر. الأمنيات الجميلة تبقى كما تبدو، ولنا أن نسترخي طلبا لهذه الأماني الرقيقة الصافية، تلك التي تشعرنا بكامل معالم الانسجام والتألق والتماهي بالرجل الذي يصعد سلالم الرقي والثبات العاطفي الفكري المتحدين معا في داخل أحلام حقيقية تحجب الخيبة وتستعيد ألق الحياة وتعيد ترتيب الحلم
وتدعو إلى نهوض المرأة التي تحصل الإخفاق بالمحاولة وتخترق بفوضها رتابة القيود. فمن المعرفة بشعور الماء في الشريان النفس إلى إدراك بكل جزء دافئ في كينونة الأنثى التي لا تستجيب للتبلد في بيئات الكبح والتعنيف، بل تعيش ذلك السلم الإبداعي الذي هو مثار حركة وابتكار. تزيد الأنثى شعورا بالألوهية والتفرد بامتلاك الرجل العابد لذرات تلك الأنفاس الرقيقة التي تنبعث منه، فكل ما أدعو له كفيل بأن يعيد للمرأة ذلك الفكر الغائب بين فك إفراط العاطفة واستنزاف الطاقة الأنثوية في حب العزلة وعشق العصابية والقبول بالأدنى بشكل خجول ومرتبك. لذلك فأنا أنثى حقيقية أطمح لرجل حقيقي وقلب قادر على حدة النبض وشدة الحب وغزارة العمق بعظمة الرجل العطوف الذي يقيم وزنا للأنثى بعقدها وتناقضاتها، بمزاجيتها وتساؤلاتها المتأصلة لنفس الرجل ورغبتها المقترنة برغبة الرجل بالانعتاق الحقيقي. الأسس التقليدية واللا انتماء. نداء المرأة في نار.